هي استمرار. الحرية ممكن تتعب، لكن اشتياقك للعبودية ده تذمر. أما التمرد فده مستوى أخطر، مش بس رفض داخلي، ده كمان كسر واضح لسلطة ربنا أو الحج، زي تمرد قرح في سفر العدد. هنا الموضوع ما بقاش شكوى، ده بيجي تحدي مباشر للنظام اللي ربنا حاطه. يعني انت مش عايز تقول انك انت مش راضي، انت مش راضي على الترتيب كله، انت مش راضي على ربنا، انت مش راضي على الخطه الالهيه، انت مش راضي على الترتيب الالهي. لما قرح يقول له يعني انت، يقول لموسى وهارون هو انتوا الارض كلها مقدسه واحنا كلنا مقدسين، يعني انتوا احسن منا في ايه؟ لو كان الغرض من الكلام الثقه او التشجيع كان الموضوع يختلف، لكن هو جمع 250 واحد من شيوخ اسرائيل وقالوا لا الكلام ده مش عاجبنا، وانت ما تبقى ليه قائدنا؟ يعني انت على اساس انك انت تبقى القائد؟ فربنا شق الارض وبلعهم. بس هنا المفاجاه اللي ناس كتير بتغفلها، مش كل رفض يبقى غلط. في نوع ثالث نقدر نسميه الرفض المقدس او التمرد الواعي، زي موقف سفر دانيال لما دانيال رفض ياكل من اكل الملك، او لما الرسل قالوا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، سفر اعمال الرسل. ده مش تمرد سلبي، ده ثبات على الحق حتى لو ضد الواقع. فلو هنرتبها بشكل ادق، التذمر يساوي شكوى، عدم ثقه يساوي سلبيه، التمرد يساوي رفض زايد كسر، ممكن صح او غلط حسب الدافع. الطاقه الواعيه الرفض المقدس يساوي ثبات على الحق حتى لو في مواجهه. الخلاصه اللي تفرق في حياتك فعلا، مش كل واحد ساكت يبقى طائع، ومش كل واحد بيعترض يبقى متمرد. غلط. السؤال الحقيقي دايما، انا بعترض او بتذمر من وجع نفسي، ولا من تمسك بالحق. ادم لما قال لربنا المرأة التي اعطيتها لي هي التي اعطتني فاكلت، ده كان تذمر ولا تمرد؟ سؤال ممتاز. الاجابة مش يا اما ده يا اما ده، بشكل بسيط، لان موقف ادم فيه اتنين مع بعض لكن بدرجات مختلفة. خلينا نفك الجملة بتاعته. المرأة التي اعطيتني، سفر التكوين، اول حاجة تلاحظها تذمر واضح. ادم هنا مش بس بيشرح اللي حصل، ده بيعمل حاجة اخطر شوية، بيرمي اللوم على ربنا بشكل غير مباشر، كأنه بيقول انت السبب لانك انت اللي اديتها لي. وده بالضبط روح التذمر، رفض داخلي للوضع، عدم تحمل المسؤولية، القاء اللوم على الاخرين حتى ربنا. بداية التمرد، لكن مش تمرد كامل. ادم ما وقفش